هذه اللي كتقولوا عليها انتم انا ما كنعرفهاش هذه ماشي. فعلى الاقل لو اذا كنتم حقا رابطه علماء، انا لا اعترف بعلماء، انا اقول فقهاء، ربما تقولوا شيوخ فقهاء لكن علماء لا. انتم لم تدرسون الرياضيات ولا هذه الاشياء، هذو هم العلماء. وانا هذا الشيء علاش هذا هو المشكل الكبير، انا لا اعترف بهذو كعلماء ولن اعترف بكم كعلماء بلا ما نطول. فقهاء، شيوخ، داعيات، نعم هذا حقهم، لكن علماء لا. نحن العلماء، علماء الكون، وهم اللي قال علينا الله سبحانه وتعالى علماء. ما قارينش، عندهم شهاده ابتدائيه واقل. وهذيك الناس اللي كيقولوا الرد على فايد ورساله الى فايد ونصيحه الى فايد ولقد سقطوا وعد الى الله واستتب الى الله، هذا الكلام دائما المقوله ديالي احكيه لحماتك، حيت فايد عنده امثله خاصه به. احكي كلامك وارسل رسالتك لحماتك. علاش كيبغي يجي ويبدا يتطاول على الشريعه وعلماء الشريعه ومحاضن الشريعه كأن الشريعه كلأ مستبح؟ فالله يجزيكم بخير، احترموا تخصصاتكم باش تحترموا نفوسكم باش يحترموكم الناس. هذا هو المشكل، بقى متقيتي متبع، شوف درتي شي وصفات خربقاتك الفيزيبلات، وليتي تهضر وما كتعرفش اش تقول. سير لعند الشيطان، سير لعند الشيطان، وقر عليك الناس، مابقاش تبلى على عباد الله، تبليتي على أمة البشر كلهم. هادو دولة وسط الدولة، وهادو خارجين على الإسلام، خرجتيهم انت من الإسلام كاع، انت وليتي كتخرج وتدخل الإسلام وكتهم اللي كيرد عليك. أنت عالم متخصص في ميدان التغذية، فحيهلا على التخصص، أنت تفيد الأمة، جزاك الله خيرا، لكن عليك أن تحترم التخصصات، لأن احترام التخصصات هو عمل حضاري. الآن يجب أن يفسر هذا القرآن، وهذا هو القرآن الذي تحتاجه أمريكا وأوروبا وليس القرآن الآخر. يعني هذه الأشياء يعني، ولا زالت بعد الروايات حول الإسراء والمعراج أنه فطرق الباب السماء الأولى ثم قالوا من قال محمد، قال أو بعث لها، يعني خزعبلات هكذا يرويها الناس في هذه الأشياء. يعني سبحان الله، والله سبحان الله، لا زال الناس يقرؤون هذه الأشياء. شتي العينات فين تيوصل، شتي المكابرة فين كتوصل، شتي إنسان عدو ما يجهل. من العلماء ومن الألباني ومن الفقهاء المذاهب الأربعة هو داز دابا القرآن وداز السنة، وأنكر المتواتر من حديث رسول الله، وأنكر ما أجمع عليه علماء الأمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وأعرج إلى ربه. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. يريد منا قرآنا تقبله أمريكا، يريد منا قرآنا تقبله أمريكا، وقرآننا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قرآننا فيه سورة النجم، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معراجه إلى ربه، ينكره مختص التغذية.